شفتوا اللي حصل؟ ما شفتوش؟ تعالوا شوفوا. جيراني بهدلوني من بره البيت ومرمطولي الدنيا، ودخلت لقيت ولادي مرمطين الدنيا جوه البيت زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده. يلا بينا روتين حماسي ونشوف النهارده هنعمل ايه. حرفيا الدنيا متدعفله، متدعفله تراب، متدعفله بوظان، متدعفله كل حاجه. انا حرفيا شقتي بايظه من كل حاجه. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا بينا على روتين حماسي. يلا كده شغلي الفيديو وحطيه جنب منك يا ست الكل، وما تنسيش لو شفت الفيديو وعجبك كومنت محفز كده ودعوة حلوة من القلب ولك بالمثل ان شاء الله. صحيت من نومي كده بحط ايدي على الموبايل لقيت عليه تراب. انت متخيلين المنظر؟ احط ايدي على الموبايل الاقي عليه تراب. إيه طبعا، ايه يا جماعه في ايه؟ الكومودينو عليه تراب، الاوضه عليها تراب، حتى البطانيه مطربه. وصل الموضوع لجوه الشقه. ايه ده؟ اتاري جيراني اللي قدامنا بينزلوا حاجات من الدور الخامس، بينزلوا حاجات من الدور الخامس من على وش البيت، يعني من على البيت من بره. وقاعدين بقى بيحدفوا، كانوا معرشين الدور الاخير عندهم بقش وحاطين مشمع وحاطين فوقه قش وحاطين فوقه خشب وحاطين فوقه بقى حاجات، وانتوا عارفين التراب وما ادراكم ما التراب. وكانوا بينزلوا، انا طبعا دور تالت، فهم بقى كانوا بينزلوا من دور خامس مع الهوا. فردم عندي الشقة وانا البيت المقابل للبيت اللي كان بينزل الحاجات دي. فطبعا عندي كنت نشرة، الغسيل بقى كله تراب، البلكونة بقى كلها تراب، وكنت كمان فاتحة الشباك بتاع الصالة. فبالتالي بقى عندي الصالون بقى ما شاء الله كله تراب. الشقة عندي اتبهدلت حرفيا. طبعا انا صحيت من نومي الساعة 9 الصبح، هم الكلام ده كانوا تقريبا شغالين من الساعة 6 الصبح. صحيت من النوم شفت المنظر كده الساعة 9. فزي ما تقول ايه، حد خبطني على دماغي وقمت جايه شاده البطانيه تاني ومكمله نوم. والله العظيم ما اتحركت من مكاني. قمت كده على الساعه 11 قلت لا ما بدهاش بقى. بس على بال ما قمت كان ابني الصغير قام وكان ظبط لي الصاله. يعني لا مش تراب بس، لا ده تراب والدنيا اتبهدلت، وهدوم منشوره وهدوم عايزه تتنشر وليله كبيره قوي 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 سعادتك. يلا بقى نصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبتدي زي ما احنا شايفين كده. دخلت على السلم كنسته لان كان عليه ترابه ناعمه كتير. وابني كده مش مكتفي كمان ان المنظر كده لو بيتنطط لي كمان. فانا لما لقيته بقى بيتنطط وكده خلاص جالي حالة انهيار. يا رب استعنت بالله وابتديت ان انا اكمل بقى. وقلت ما بدهاش يا بت، يلا خلصي اللي وراكي علشان على بال ما الولاد يكونوا جم من المدرسة، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، اكون انا ايه خلصت الشقة وطبقت الهدوم اللي عايزة تطبق. يلا حبايب قلبي، لو انتي مكسلة بقى كده وعملتي زي حالاتي، لا قومي كده وتنشطي وخلي كلك طاقة إيجابية. ويلا بينا مع بعض كده. لو وراكي حبة هدوم عايزة تنشريهم قومي انشريهم، لو البلكونة مطربة قومي اعمليها وامسحيها كده، قومي امسحيها كده زي ما قلتلك. وكمان حاولي تطوقي بقى السيراميك اللي هو اللي ظاهر عندك. ولو عندك سجاد وفرش الشقه كلها سجاد زي حالاتي، اكنسيه وطوقي من تحته كده وظبطي الدنيا. وما تخليش شغلانه على شغلانه تتراكم، لان انت لو سبتي شغلانه على شغلانه تتراكم هترجعي في الاخر هتلطمي، هتلطمي حرفيا والله زي ما بقولك كده. انا هنا قمت جايه قايمه طلعت الطبق اللي بتاع الهدوم حطيته على جنب في البلكونه. طبعا كنت خلصت البلكونه بس كنت صورت الفيديو معاكم وصورت المقطع بتاع البلكونه، واكتشفت في الاخر ان هو ما كانش بيسجل ولا اي حاجه. الحمد لله نحمد ربنا على كل شيء. المهم دخلت الطبق زي ما انتم شايفين وجبت الهدوم اللي هي الناشفه وابتديت ان انا اطبقها. والهدوم كمان اللي كانت منشوره في البلكونه جبتها كلها وحطيتها في قلب الغساله علشان تتغسل تاني، لان كلها طبعا اتطربت. الترابه الناعمه دي كانت مبهدله الدنيا حرفيا. طبعا ما بهدلتش الشقه عندنا بس، ده بهدلت البيت كله. حتى السلم كان منظره صعب. يعني انا امبارح كنت مخلصاه لقيت النهارده الدنيا عندنا صعبه بجد. قمت جايه بالمنظر زي ما انتم شايفين كده. شلت الاول الهدوم وخلصتها وابتديت ان انا انفض بقى. نزلت المخدات اللي هي على الركنه وابتديت اشتغل بالركنه.
اروق كده واخلي الدنيا حواليا كويسه، علشان حتى تخلي في طاقه ايجابيه في قلب البيت كده، وانتي نفسيا تبقي قاعده مرتاحه. و زي على رأي المثل ما بيقولك ايه، اكنس بيتك ورشه ما تعرف مين هيخشه. ايوه فعلا المثل ده صحيح. الواحد بيبقى قاعد كده لا بيه ولا عليه، وفجأة طبعا البيت، اي بيت في بيوتنا فيها عيال معروف ما بيفضلش على حاله ساعة واحدة. يعني الله يكون في عون اي ام عندها عيال، ديت احنا نحطها على راسنا والله العظيم يا جماعة بجد. يجي ضيوف على غفلة، او انتوا عارفين الضيوف اللي هي السئيلة دي، تلاقيهم بيخبطوا هي احنا جايين نقعد معاكي شوية، وطبعا يدخلوا بقى يتنقضوا وينتقدوا على البيوت وما بيسيبوش حد في حاله. ربنا يحمينا منهم يا رب، ويحمينا شر الضيوف اللي بيجوا على غفله، بيبقى حاجه كارثه صراحه انا بكرهها. لدرجه ان كانت جايه لي مشكله، بس مشكله صراحه يعني مستفزه 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 لدرجه ما حدش يتخيلها. بتقول فيها مرات اخويا مخلفه ولدين توأم لسه جديد، وكل ما ادخل شقتها الاقي، يعني بعتلي الصوره بتاعه المطبخ بتاعتها، لدرجه ان هي دخلت في المطبخ. هي طبعا رايحه عند اخوها، فبتدخل تشوف بقى، تقول لي كل ما ادخل شقتها الاقي الدنيا مكركبه، والارض ما هياش نظيفه، والشقه بتاعتها مطربه، وكمان المطبخ كله مواعين. انا مش عارفه، انا نبهتها مره ومانيش عارفه بعد كده انا هقول لمامتي وهقول لجوزها، وما ينفعش ان شقه اخويا تبقى بالمنظر ده. انا قلت لها تقعد من شغلها وتفوق لبيتها ولعيالها. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش عارفه الناس اللي بتنسى مناخيرها في حياه الناس التانية. والله العظيم انت يا حبيبه قلبي ناسيه مناخيرك في حياه مرات اخوكي ليه؟ انا نفسي افهم، انا مش راضيه اطلع المشكله بتاعتك او مطلع الكلام بتاعك ده يعني من زمان. انت حاطه مناخيرك في حياتها ليه؟ ادعي للست او روحي ساعديها. يعني خلي عندك دم، روحي ساعديها. لقيتي مطبخها ما هوش نظيف، لقيتي حتتها مش نظيفه، ادخلي ساعديها بصفتك ان انت بتدخلي حتتها. طالما دخلتي وطالما اطلعتي على خصوصيتها ساعدي. انتي بتقولي معاها ولدين توأم، ربنا يبارك لها فيهم يا رب ويديها الصحة والعافية، وكمان بتشتغل، يعني بتشتغل يعني بتساعد اخوكي، ما هي مش بتجيب الفلوس بتوديها عند ابوها. عيب يا ماما، عيب يا حبيبتي. انا مش عارفة والله العظيم ايه يعني الناس اللي بتتدخل في حياة كل الناس بطريقة دي، كل الناس ده حاجة تقرف. ربنا يحمينا منهم يا رب. ونصيحتي ليكي بجد علشان ما تزوديش الكراهية، يا اما تساعديها يا اما تقولي خير يا اما تسكتي، لان الله يكون في عونها، وربنا يعني ربنا يعينها بجد. الحياة بقت ضغطة على كل الناس، فما نجيش نضغط على بعض احنا كمان، يعني حرام بجد. انتي بتتكلمي دلوقتي بتقولي شقتها مش نظيفة، حتتها مش نظيفة، البيوت اسرار. ان انت تدخلي وتفتشي سرها بره، انت مالكيش اصلا ان انت لا تدخلي مطبخها ولا تدخلي في اي حته. انت اللي ليكي اللي ليكي ان انت تدخلي تاخدي واجبك وتتفضلي مع السلامه. وبعدين انت يعني ولدين توأم، ربنا يكون في عونها. فربنا يهديكي انت اولا، وتقولي كلمة طيبة. وبجد يعني من الرسائل اللي جات لي واستفزتني كان لازم اقولها. بما اني قمت ولقيت المنظر بتاع شقتي كده، على الرغم ان انا من النوع اللي ما بحبش تكون شقتي دايما متبهدلة وايدي في الشقة على طول. حتى لو تلاحظوا كل فيديو تقريبا بنظف فيه حتة معينة في الشقة، او كل فيديو كل يوم. ولكن بيجي عليا اوقات كتير بكون مانيش قادره ان انا اقوم انضف، او ماليش نفسي ان انا اقوم انضف اساسا. والله العظيم يعني مش ان انا مانيش قادره، ان انا تعبانه، لا نفسيا مانيش مهيئه ان انا انضف. فبلاش نضغط على بعض، بلاش نضغط نفسنا، الحياه ضغطنا بما فيه الكفايه. فخلينا كويسين في حق بعض شويه. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه متابعيني للوقت ده من الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وتصلوا على النبي كتير في الكومنتات، الصلاة على النبي بتزيد من الرزق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو واداكوا كده طاقة إيجابية، وبكده أكون خلصت معاكم النهاردة فيديو النهاردة. ما تنسونيش بقى إن شاء الله فيديو جديد وطاقة إيجابية جديدة وروتين جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.